عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتتفرجوا عليا. جاي لكم فيديو جديد وان شاء الله يكون مفيد. هنعمل مع بعض غدا حلو كده، وانا بدأت معاكم اليوم كده من اوله. هنعمل مع بعض الفطار. بس الاول نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبايبي النهارده هنعمل مع بعض النهارده اكله حلوه قوي، ان شاء الله تعجبكم. في الاول كده لو مش اول مره بتشوفي القناه، يا ريت تشتركي لي فيها وتحطي لي بقى لايك حلو كده للفيديو. بشكر والله كل اللي بيكتب لي تعليقات وكل اللي بيساعدني. ربنا يصلح حالكم يا رب، يكبر خاطركم زي ما بتكبروا خاطري. وعايزاكم بقى تزودوا في اللايكات كده. وبشكر كل واحده بتكتب لي كلمه حلوه، وكل حد بيكتب لي حاجه كويسه كده. انا بشكره والله من هنا لغايه يعني اخر الفيديو. بس تحطوا لي لايك حلو كده من ايديكم، يشجعني كده ان انا اكمل. انا في الفطار النهارده انا باخد بس اللي هو نص رغيف كده. عملت فيه بيضه وحته جبنه، وبقلب يعني بلفه كده وانا بدخله الميكرويف كده على دقيقتين كده، يعني بسخنه كده في الميكرويف عشان يبقى العيش يعني سخن وكده. ودي كوبايه الشاي بتاعتي المتينه، يعني اهم حاجه عندي كوبايه الشاي على الصبح. دي اهم حاجه في الدنيا، بفتح عيني كده عليها. حتى لما نكون صايمين في رمضان او في الايام النوافل يعني، بقوم من على الفطار على كوبايه الشاي الاول. بقى الله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم كده. بعد بقى ما فطرت، عندي بتنجيتين كده قلت اشويهم، اعمله اللي هو البتنجان اللي بالطحينه ده. بس بشوي البوتاجاز بقى على الصاجه زي ما انتم شايفين كده. انا بشوف ناس بيحطوها على عين البوتاجاز نفسها، لا بتحروق كده وما بحسش ان هي بتبقى تستوى كده من جوه. بحط انا بقى الصاجه، وكل شويه طبعا هي لسه ما استوتش، بس انا بوريكم ان انا كل شويه بقوم مقلبه على الناحيه دي وعلى الناحيه دي وعلى الجنب ده وعلى الجنب ده. هتشوفوها بقى معايا، هتشوفوها معايا بعد ما بتستوي واحنا بنعمل ايه. التتبيله حلوه قوي ان شاء الله هتعجبكم. إيه بس بعد ما يستوى كل شويه بجيبها على اليمين وعلى الشمال. هي ما بتاخدش نص ساعه، يعني نص ساعه الا كمان حاجات بسيطه بتلاقيها استوت وبقت زي الفل. البتنجان بتاعي اول ما بيطلع بقى بطلعه بشيله من على الصاجه، بحطه في طبق كده وبغطيه، وبسيبه بقى ايه يتكمر في بعضه كده. على ما اعمل ايه بقى، جبت معلقتين كده طحينه ودفيت شويه ميه كده على النار، واحلهم بقى ايه والفهم كده بشويه الميه دولت، افكهم يعني. بشويه الميه دول شويه بشويه كده عشان ما تسيلش مني برضو تبقى سايله قوي. بحط شويه بشويه. ومعايا الفلفل الاخضر ده فلفل اخضر حامي، فهو كان جه بقى لقيته حامي قوي، فرمته مع توم وشويه زيت وشويه ملح، وحطيته في علبه كده. باخد بقى منه كده ايه معلقه زي هرسه الشطه كده، بس دي الخضراء. يعني الشطه بتاعتها خضراء، ففي بتتعمل باللحم بالحمرا. ودي الشطه بقى الخضراء كده، بس كانت حاميه قوي بزياده. معرفتش اعمل فيها ايه غير ان انا فرمتها بتوم وشويه زيت وشويه ملح، وحطيتها في علبه كده. باخد منها بقى على البتنجان ده. ان شاء الله هعملها برضو في يعني الحواوشي الغدا. يعني ده كله كان الغدا، يعني سلطه البتنجان دي او البتنجان بالطحينه او البابا غنوج زي ما بتسموه. وهعمل النهارده معاكم بقى ايه حواوشي فراخ. هاخد برضو منه معلقه من اللي انتوا ايه، من الشطه الخضراء اللي انتوا شايفينها دي. بس بعد ما بفك بقى الطحينه كده بالميه الدافيه، ممكن تحط لها بقى معلقه زبادي، ممكن تحط لها شويه لبن براحتك خالص. انا بعملها بالميه الدافيه كده وبتبقى حلوه قوي. وبعصر عليه بقى ايه ليمونتين كده ولا حاجه. ليه بقى؟ عشان انا لما احط اول ما افتح البتنجانه وانزل اللحم بتاعها اللي استوى ده، إيه ما يسودش. فلازم الليمون، ليمون او خل. فانا بحب مزازه الليمون اكتر. بحط بقى ايه مع إيه ليمونتين كده حلوين بعصرهم. وهاخد بقى معلقه من الشطه دي واقلب كل ده في بعضه. وهبدأ بقى في الوقت ده بقى الباذنجان بتاعي يتكمر كده في بعضه، وايه وبرد وهدى شويه بس كان سخن برضو. وانا بفتحه حلاوته لما بتفتحيه كده وهو سخن، وبيبقى نازل بقى ايه سايح كده بصراحه. على حسب نوع البتنجانه برضو، لما بتكون البتنجانه حلوه بتديكي لحم بزياده، وبتبقى ايه البتنجانه سايحه كده، مش مبزره او ممرره او حاجه. بس كده. إيه وهو بيبقى خفيف عن بقى ما تقليه ويقلي في زيت ويستهلك زيت، والزيت بقى غالي الوقت كلنا طبعا عارفين. كل حاجه مقليه دلوقتي عادت بتكلف تكلفه جامده، فيعني بنحاول نقلل. وفي نفس الوقت بقى للناس اللي عاملين دايت وكلام من ده زي حالاتي كده، هيبقى حلو قوي ايه معاه. بس كده. وانا جبت بقى الفلافل اللي على بعضها دي. العلبه دي فيها ملح على فلفل على كمون على كزبره على شطه. باخد منها معلقه كده، املح ايه التمليحه بتاعتي دي، الطحينه بتاعتي دي. بجيب بقى ايه البتنجان. البتنجانه التانية استوت بزياده، فالعين اللي فوق ده كانت شال. انما لما بتكون بقى هي كده زي ما انتم شايفين كده، فتحتها يا دوبك قشرتها، هنزل بقى اللي فيها على الايه، على التتبيله بتاعتنا دي.
بس كده. انا بس عشان خاطر كنت بصور والحمل كان يعني كان زانق عليا شويه، فكنت ايه بحاول ان انا على قد ما اقدر اوريكم وانا بنزلها. بس انا بعد ما فصلت خدت بقى كل الحاجات اللي تحت ديت براحتي، بس هي كانت سخنه يعني ايدي ما كانتش متحمله صراحه. فانا فصلت ونزلت كل اللي فيها ده وحطيته فيه. بس كده اهو مستويه والقشره مفصوله منها خالص اهي، وزي الفل، لا حروقت ولا اي حاجه. يحطوا بس البتنجانه كده على الصاج، على الصاجه، وهو هيتشوى ويبقى زي الفل. او مثلا لو مولعين الفرن إيه كده. البتنجانه التانية اهي زي ما انتم شايفين كده، ملهاش بقى اللي هي العرق بتاعها ده ان انا امسكه منها، ففتحتها كده وهي في الطبق. هجيب بقى معلقه وهطلع اللي فيها ده احطه على الايه، على الطحينه بتاعتي اهو. بصوا عايزه اقول لكم انه بيبقى خفيف وطعمه حلو، ومهما اكلت منه ما تزهقيش. ما حطيتلوش برضو توم كتير عشان برضو ما يبقاش متعب. هو بس اكتفيت بالتومه اللي انا طحناها في الفلفل ده. يعني الفلفل ده طحنت عليه ايه مثلا 4 5 فصوص توم، مش ما كانش كتير توم كتير يعني ولا حاجه. بس هي كده حلوه بقى، ما بقاش فيها توم كتير كده ان يضايقك في الاكل او حاجه. هو مفروم بقى مع الفلفل كده وبس وخلاص. واقعد بقى اهرس فيه كده لغايه ما ينعم خالص وكل بقى يختلط ببعضه. بيبقى حلو قوي قوي بجد. جربوه بالطريقه دي وان شاء الله ان شاء الله هيعجبكم. إيه بس حطيت بقى عليه شويه شطه برضو حمر كده. إيه شطه حمرا كده من الشطه العاديه دي. بقى حته قشره كده نزلت في البتنجان، فحبيت اشيلها عشان يعني اللي بياكل ما يتضايقش وكده. إيه بس كده. دقتها طبعا لقيتها محتاجه شويه ملح برضو، حطيت لها من نفس الايه، من نفس شويه الملح دول. بس. ودي الطحينه بتاع السلطه بتاعت البتنجان بتاعتنا، او البابا غنوج، او البتنجان بالطحينه زي ما بتسموه. بس كده. حطيت بقى، كنت بحط الشطه معاكم اهو بس عشان بس تكسر اللون الايه، الابيض ده بس. وسبتها كده زي ما هي لغايه ساعه الاكل. طريقة سهلة وبسيطة خالص وحلوة قوي للبتنجان المشوي. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. هنيجي بقى للحواوشي بتاعنا. إيه انا بقى ده فراخ مفرومة. دي حوالي اقل من نص كيلو. إيه يعني صدور فراخ واتفرمت. إيه والله اقل من نص كيلو كمان، يعني حاجة بسيطة خالص. هنزودها بقى بايه، نزود الكمية بتاعتنا ببصل وفلفل وحاجات من دي. انا الكمية دي حطيت 3 بصلات، وحوالي عن 3 وحدات برضو من الفلفل. وهجيب معلقه من الفلفل الاخضر ده برضو، اللي هو الحامي، اللي هو كان في الفريزر ايوه. وهاخد منه بقى معلقه واقلبه برضو ايه فيها عشان خاطر يبقى حلو. لو عندك بقى فلفل احمر هيبقى حلو قوي، بس انا ما كانش عندي بصراحه فاكتفيت بقى ايه بالاخضر. هشيل بس البصل بقى كده، إيه الحتت اللي هي في الجناب دي وخلاص على كده. وهقطع بقى البصل اهو. بس هفرمها بقى في الكبة وهنعمها خالص عشان ما تبقاش حتة البصل باينة ايه في البتاع ده، في الفراخ يعني. ده حواوشي فراخ يعني. احنا عارفين طبعا كلنا ان في حواوشي فراخ وفي حواوشي لحمة. انا النهاردة عملته بالفراخ المفرومة دي، وكان حلو قوي وكان سايح كده، وهتشوفوه طبعا معايا في نهاية الفيديو بإذن الله. وهحط بقى البهارات بتاعتنا بسيطة خالص. ملح وفلفل وكزبرة وكمون وبابريكا وشوية شطة برضو، واللهم صل على النبي وبتاع ده، وجنزبيل وقرفه. بس انا بقى ايه يعني بالذات اي حاجه فيها فراخ مفرومه بزود الجنزبيل شويه. يعني الجنزبيل الفراخ بتحب الجنزبيل قوي، فبزود الايه، بودره الجنزبيل اللي هي العاديه دي. ده الفلفل الاخضر اللي انا قايله قلت لكم وريت لكم في الاول مع البتنجان. خدت بقى ايه معلقه حلوه كده وحطيتها. احنا عندنا هنا يعني بنحب الحاجه ايه، المشطشطه شويه. طبعا انتم لو مش عايزين خلاص يعني ما تحطوهاش، مش ضروري يعني. بس حاجه مش حاجه اساسيه، بس هي الحاجات دي كلها ايه، بتطعم الحاجه يعني. طبعا انا عجنتها بس انا ما حبيتش اعجن بقى قدامكم، عشان في ناس يعني تقول لك لا البسي جوانتي، لا مش ما ينفعش ايدك تطلع كده. بس والله يعني انا ايدي غسلاها بدل مره 70 80 مره في اليوم. احنا ايدنا في المطبخ على طول وفي الميه. بس انا حبيت برضه الفها كده معاكم وتشوفوها. هغطي بقى عليها بطبق وادخلها بقى التلاجة، واسيبها بقى ايه شويه كده لغايه ما ابدا ابدا اجيب العيش بتاعي بقى واحشيه اهو. هغطي بقى عليها كده واحطها في التلاجة بس كده. وهمسك الرخامة بقى بتاعتي اغسلها. وطبعا في حاجات كتير بقى حصلت بقى في الشقة جوه. بنفتح بقى الشقة بتاعتنا كده وبننضفها. ولو في بطاطين بقى، الشمس النهار اليومين دول حلوين حلوة عن ايام اللي فاتت كان فيها شتاء. بتطلعي البطاطين بتاعتك برضو، طبعا هي بتبقى مغسولة ونظيفة. بتطلعيها بقى في الشمس كده تحمص شوية وكده. بدأت بقى احشي الحواوشي بتاعي.
بعد ما طبعا خلصت شغلي وكوم المواعين بقى اللي طلع، الكبة والاطباق والحاجات دي برضو وقفت غسلتها. بس ايه، مرضتش اجيب معاكم فقرة المواعين دي عشان خاطر ما تزهقوش، يعني مش كل مرة غسيل مواعين يعني وكده. بس كده بقى انا بحشي بقى ده عيش من الفرن عادي. العيش اللي هو الاسمر بيبقى حلو قوي في الحواوشي بالذات يعني. ولو حابين تعملوه في البيت بيتعمل بكل بساطة. عجينة عادية خالص وبتشكل وبتتسوى كده في الفرن او على الطاسة، وبتحشوه برضو. وفي ناس بتعمله بقى حواوشي العجين ده، بس احنا بنستسهل يعني بصراحة حواوشي اللي هو اللي ايه، اللي في العيش ده بيبقى حلو قوي. والعيش بقى الاسمر ده بتاع الفرن بيبقى حمصان كده وحلو اهو. بس كده نبدأ نحشي بقى كده الحواوشي بتاعنا. وبجيب بقى صينية بدهنها سمنة على زيت، من تحت ومن فوق بدهن العيش يعني سمنة على زيت. بجيب طبق كده بحط فيه شوية، بس للأسف أنا كنت مصوراها بس المقطع ده اتحذف مني غصب عني. بس أنا عملته قبل كده في فيديو حواوشي قبل كده يعني، لو حابين تشوفوه ترجعوا له. بجيب طبق كده فيه شوية زيت على سمنة، وبدهن الرغيف كله فوق وتحت. وزي دي الكمية بقى، عملت لي الكمية دي هحطها، اجيب بقى الصينية، والصينية بقى الصينية الكبيرة اللي هي بتاعت الخبز دي، بقوم رايحة حاطة بقى العيش بتاعي ده في الفرن واقلبه على يمين وشمال. بس كده ده الحواوشي بتاعي طلع اهو. دي طبعا سلطة البتنجان اللي احنا عملناها مع بعض، وعملت برضو طحينة، وقطعنا برضو خضار وليمون مخلل من اللي انا عاملاه ده. والحواوشي بتاعي اهو، هبدأ اقطعه لكم كده واوريه لكم برضو. حلو قوي وطعمه حلو وتغيير بقى يعني. عن ما ايه، ولادنا بيحبوا يجيبوا الحاجات دي من بره. شوفوا الرغيف الحواوشي دلوقتي بقى بكام، بقى غالي قوي، ومش برضو بالنظافه اللي انت بتعمليها في البيت بجد اهو. لو وصلتوا بقى لحد هنا يا ريت تحطوا لي بقى لايك للفيديو، ولو اول مره تشوفوا القناه اشتركي لي فيها، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في رعايه الله.